أصدقائي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من كبسولة حب. حقيقة في مشكلة خطيرة جدا بتواجه الأزواج، وهي بخل الزوج، إن الزوج يكون بخيل. طيب خلي بالك إن البخل ده من أشد الصفات سوءا في الحياة الزوجية. يعني اللي ربنا بيبتليها بالزوج البخيل بتعيش حياتها الزوجية سيئة جدا، وعايشة في حيرة دايما ومناهدة وتعب. الإنسان البخيل أو الرجل البخيل ما بيبقاش بخيل بس في الفلوس. لو هو طبعه البخل بيبقى بخيل في كل حاجة، بخيل في مشاعره، بخيل في عواطفه، بخيل في الحنية، يعني ما بيطبطبش عليها، بخيل في العلاقة الزوجية. طبعا بالإضافة إلى أنه هو بيكون بخيل في المسائل المالية. البخل بيكون راجع للزوج نتيجة إحساس بعدم الأمان. يا إما هو قبل كده مر في حياته بظروف مالية كانت صعبة، حس إن للقرش قيمة، فالقرش ده عنده أصبح حاجة مهمة جدا، فبيحافظ عليها قوي أكتر من اللازم بشكل مرضي. يا إما هو من أسرة الأب والأم منفصلين، والأب ما كانش بينفق على الأبناء وكان بيعذبهم في الفلوس، فطلع بيحس إن الفلوس ليها قيمة. يا إما واجه مشاكل في حياته ما قدرش يحلها لضيق ذات اليد. يا إما يكون ده من الجينات الوراثية اللي هو ورثها من الأب أو الأم. الحقيقة لو البخل موجود في الست أو في الأنثى فما فيش مشكلة، أدي الزوج الكريم بيغطي القصة دي وما بيبانش. وحتى لو الزوجة بخيلة مش مهم، لأن الزوج هو اللي بيصرف وهو اللي بيجيب، فمش فارق معاه إن هي تبقى كريمة أو تبقى بخيلة. بل بالعكس، يفضل في الستات إنها تكون اقتصادية شوية وتحافظ على الفلوس. طيب احنا مش هنتكلم بقى دلوقتي عن الزوج البخيل، احنا هنبدأ من المرحلة الأولى، الخطوبة. قبل ما تتجوزي ازاي تعرفي ان خطيبك ده بخيل ولا مش بخيل؟ الحقيقة عشان في علامات بتظهر في الخطيب وقت الخطوبة بتبين اذا كان بخيل ولا لا. يعني مثلا الخطيب البخيل او الرجل البخيل لما بيجي بيحاسب ويحط ايده في جيبه ويطلع فلوس، بيدي ظهره للي معاه عشان ما يشوفش هو معاه فلوس كام. يعني دايما الانسان البخيل بيخبي دخله وبيخبي فلوسه عشان اللي قدامه ما يعرفش هو معاه كام، فما يطلبش طلبات على قد الفلوس اللي معاه. فدايما تلاقيه بيطلع فلوسه بشكل مستخبي، ما تبقيش شايفه هو معاه كام، مخبيها وهو بيطلعها. الحاجة التانية ان البخيل دايما لما بيطلع فلوس من جيبه ما بيطلعش الفلوس اللي في جيبه كلها ويختار منها، لا، بيسلت من جيبه ورقة دي طلعت ب20، لا مش مكفية، يسلت كمان ورقة طلعت ب10، لا هسلت كمان ورقة تطلع ب5. لكن ما بيطلعش الفلوس كلها ويطلع منها المبلغ اللي هو عايز يدفعه للحاجة اللي هو هيشتريها. دايما لما تلاقيه بيختار بين حاجة وحاجة، بيختار بين الحاجة الأكبر والأرخص. يعني هو ما بيدورش على جودة الحاجة قد ما بيدور على كم الحاجة. يعني لو هيشتري مثلا فاكهة، بدل ما يشتري كيلو نوع كويس يشتري مثلا 2 كيلو من الأنواع اللي هي ما تكونش كويسة قوي. البخيل دايما بيخاف ان هو يغامر بأي حاجة فيها دفع فلوس. يعني لو هتروحوا على مكان هو ما يعرفوش، أول مرة يروحوا يبقى متوتر وخايف، يا ترى ده هيبقى غالي ولا هيبقى رخيص، يا ترى احنا هنستمتع بقد الفلوس اللي احنا هندفعها فيه ولا مش هنستمتع. ده بيبقى دايما تفكير الإنسان البخيل. دايما بيتغير لونه كده بسيط ونبرة صوته لما يجي يحاسب. ليه دايما كده صوته كده يعني ايه، زي ما يكون صعبان عليه نفسه، بيخنف في سنة كده. الحاجات دي محتاجة حد يلاحظها يكون واخد لباله قوي. لما يجي يحاسب تلاقي صوته كده يعني انا هدفع فلوس بقى. تمام. فدي من الحاجات اللي انت تلاحظيها في خطيبك البخيل. لما بيجي لك البيت بيجيب لك هدايا معاه ولا ما بيجيبش هدايا معاه؟ هل هو مهتم بإسعادك بأن هو يجيب لك معاه هدية وهو جاي؟ القرش عنده هين ولا مش هين؟
في كمان حاجة قديمة قوي كانوا الناس بتعرفها، بس النهارده بقت كل الرجاله عارفاها فمش هتلاحظيها. لما يجي يدفع تبس او بقشيش لما تقعدوا في اي مكان، بيسيب تبس كويس ولا ما بيسيبش تبس خالص؟ بيسيب تبس قد ايه؟ مشكله الراجل البخيل كمان ان هو ما بيكونش لارج، يعني ما يكونش سباق في دفع الفلوس. يعني لو انت خارجه مثلا انت وخطيبك واخوكي ومراته مثلا، ما تلاقوهوش بيجري هو عشان يحاسب، بيكون دايما اخر واحد يفكر ان هو يحاسب. يعني يقول لك لو اخوها دفع يبقى مصلحه وعدت بقى، وادي الخروجه النهارده كده بقت زي الفل وعدت وما دفعتش حاجه، اديني رجعت بفلوسي جنبي الحمد لله. دايما ما تلاقوهوش سباق في الدفع. بيستخدم دايما حاجات الناس، ما يحبش يستخدم الحاجه بتاعته قوي. يعني لو عنده فرصه ان هو يستخدم حاجه بتاعت حد ويوفر حاجته، ويبقى حاجه في منتهى الجمال وحاجه ظريفه، وهو كده يعني مبسوط جدا. تلاقيه دايما ما بيحبش يدي الناس فلوسها. لو حد اللي عمل له حاجه ومحتاج ان هو يحاسبه، لو قدر يهرب منه او يطول او يبعد عنه في القصه دي، بيهرب منه وبيبعد وما بيدفعش للناس فلوسها. بيبقى دايما كده حريص ان الجنيه معاه احسن ما يكون الجنيه مع غيره. خلي بالك، مهم جدا انك انت تفرقي بين الخطيب البخيل والخطيب اللي حالته الماليه وحشه. يعني جايز يكون خطيبك ظروفه الماليه اصلا ضعيفه، ماهيته ضعيفه، ما عندوش دخل، فعشان كده هو بيأثر في الفلوس. مش معنى كده ان هو بخيل، لكن البخيل اللي هو يكون معاه ويقدر يدفع لكن ما بيدفعش. طيب لو ربنا كرمك وكان خطيبك بخيل، تتصرفي ازاي؟ تعالجيه ونكمل الخطوبة، ولا ما تعالجهوش وتخلعي؟ طبعا من غير شك انا بقول لك سلميه شبكته وسلميه دبلته وسلمي عليه سلام جامد جدا جدا جدا، ومضيه على ورقه ان هو استلم حاجته، انه ممكن ياخد حاجته ويقول لك انا ما خدتهاش. انا بكده بكون خلصت حلقه النهارده. كان معاكم خالد شهاب.